اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا. النهارده ان شاء الله مكملين سلسله زبده الفول السوداني اللي احنا مش عارفين نعمل بيها ايه. اهي الزبده عندي سليمه لم تستخدم بعد. هنعمل البينات بانش. هو البينات بانش لان الناس اللي ما تعرفوش هو شراب من زبده الفول السوداني، البينات باتر، او بيجيبوا فول سوداني. ولو ما فيش يعني زبدة الفول السوداني بيجيبوا البينات وبيحطوا بيطحنوه لحد ما يبقى ناعم قوي زي السمسم لما بنطحنه قوي وبنعمله طحينة، وبنحط عليه زبدة، وبنحط عليه شجر للناس اللي ما عندهاش البينات باتر. لكن انا هنا عندي، فدي هتغنيني، لا هضيف الزبدة ولا هضيف سكر، هنحطها على طول وهنضيف عليها اللبن بتاعنا. وللناس اللي عايزة بتحبها يعني مسكرة شوية ممكن تزود سكر، لكن انا هكتفي بسكرها الطبيعي اللي هي موجود فيها يعني هنا في العلبة. المكونات اللي معايا النهاردة هي البينات باتر والخلاط بتاعي واللبن الملك. نبتدي بسم الله. طبعا للناس اللي حابة تزود بدل الملك تحط مثلا 35% كريم اللي هي الويبنج كريم، او 10% برضو ممكن للناس اللي هي بتحبها دسمة قوي يعني. بس طبعا لان البينات باتر دسمة فانا هكتفي بيها. ممكن نزود برضو جزء من ال 10% لان انا كان اللبن خلص فمضطرة ازود، وده برضو يرجع لكم لو انتم مش حابين تزودوا مفيش مشاكل. بسم الله. المشروب ده كله طاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادوق واقول لكم جميل بالنسبة لي. طبعا لو حابين تزودوا سكر ممكن تزود يعني تضيفوا عسل نحل يبقى افيد، وهي يعني ممكن برضو تضيفوا اي قليل من رشة الفانيليا عشان يدي شوية انتعاش، وفي نفس الوقت الأطفال ده مغذي جدا ليهم وبيدي طاقة وحيوية. ودي كانت من ضمن سلسلة الحاجات اللي احنا مش يعني ما بنستخدمهاش وموجودة عندنا في المطبخ ولم تستخدم، وفي نفس الوقت من سلسلة الحاجات اللي من مكونين 2 فقط لا غير، من غير اي مجهود. شكرا. لو استفدتوا او عرفتوا حاجة جديدة او طريقة جديدة اعملوا لايك ولو ما استفدتوش مفيش مشكلة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد باذن الله، ومكملين سلسلة الحاجات اللي من مكونين 2 فقط والحاجات اللي ملهاش استخدامات مش عارفين نستخدمها. السلام عليكم.